السلام عليكم، انا رحمة ناجي. رمضان قرب وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا احنا متعودين على السفرة كده بعد الاكل بنحط الكنافة والقطايف والعصير بقى والحاجات الحلوة دي. يلا بقى نعمل الكنافة معاكم النهاردة. هعمل اول حاجة الشربات، حطيت كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، واول ما يغلوا معايا هحط عليهم عصرة ليمون. وبعد كده اقلبهم كويس جدا، وبعد 10 دقايق اجربهم بالطريقة ديت. اول ما يطلعوا خيط معايا كده اعرف اللي هو خلاص جاهز. حطيت عليهم شوية فانيليا وسبتهم على جنب يبردوا تماما. بعد كده جبت نص كيلو من الكنافة، كسرتهم زي ما انتم شايفين كده في الفول بروسيسور، او ممكن تحطوهم في الفريزر وتطلعوها تكسروها، هتتكسر معاكم بكل سهولة. حطيت عليها كمان معلقتين كبار مليانين من السكر البودر، وقلبتهم كويس جدا لغاية ما اندمجوا مع بعض تماما. وهنا معايا نص كوباية من السمنة، حطيتها كده فوق الكنافة بالطريقة دي. حط على السمنة شوية فانيليا انا عشان خاطر محدش يقول لي ايه النقط السودا اللي جوه السمنة دي. وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده حطيت الكمية اللي اتبقت عندي من السمنة وفضلت افرك فيهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة الكنافة كلها تبقى متغلفة بالسمنة، ما يبقاش فيه حتة ما فيهاش سمنة خالص. بعد كده جبت صينية مقاس 28، حطيت فيها شوية سمنة من تحت ودهنتها كويس جدا والجوانب، وبعد كده نزلت عليها بنص كمية الكنافة وفضلت اضغط عليها كويس جدا. في المرحلة دي تقدروا تحطوا الكنافة كلها وتضغطوا عليها مرة واحدة، بس انا بستحسن يعني الطريقة دي اللي انا احط الكنافة على مرتين عشان اضغطها كويس جدا وميبقاش فيه فراغات في النص. كده نزلت بالنص التاني بتاع الكنافة وضغطتها كويس جدا جدا. وممكن تحطوا كمان ورقة زبدة وتحطوا صينية اصغر منها بسنتي ولا حاجة وتضغطوا عليها لغاية ما تتضغط معاكم كويس جدا. بعد كده جبت نص كوباية من السمنة السايحة، حطيتها فوق الوش كده اهوت وفضلت اضغط عليها عشان تتوزع فوق الوش كله. بعد كده دخلتها على درجة حرارة 200، الفرن ساخن مسبقا. واول ما تاخد معايا اللون الجميل دوت هنزل عليها بالشربات البارد على طول. هنا بقى في حركتين، ممكن تسيبوها كده من غير ما تغطوها خالص وتطلع معاكم مقرمشة زي ما انا هعملها دلوقتي، وممكن تغطوها في فوطة مبلولة مندية كده عشان تطلع طرية معاكم وتبقى الكنافة مليانة كده عسل. هنا بقت جاهزة معايا، انا بحبها تكون ناشفة ومقرمشة كده. وان شاء الله الوصفة دي تعجبكم، وطبعا اللي بيحبها تكون طرية يقدر يغطيها وتبقى معاكم طرية ولذيذة جدا وطعمها في منتهى الجمال. سكر معتدل وهي مقرمشة واخدة لون ذهبي، والسكر البودر هنا وظيفته بيديها اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتوا بقى للمقطع ده من الفيديو حطوا لايك بقى وكومنت جميل زيكم. وبكده ابقى خلصت معاكم الفيديو. هكتب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس، وبألف هنا يا رب على قلوبكم.